شوف نبدا بقى الدرس بتاعنا الجديد. في واحد اسمه بوين، بوين ده عالم من العلماء اللي كانوا شغالين في الجيو كيمستري. شغال فين؟ في الجيو كيمستري، يعني كان مهتم بالكيمياء ومهتم بالجيولوجيا وعلم الارض. بوين ده حب يعرف ازاي الصخور الناريه دي تتكون، ازاي تتكون الصخور الناريه. طيب هيعمل ايه؟ الكلام ده موجود في الماجما، والماجما دي على عمق 60 كيلو متر، وحد اصلا هيعرف يقعد في الماجما ولا يشوفها بتتفاعل والكلام ده؟ هيعملها ازاي دي؟ تمام. او حتى لو جاب عينه من عينات اللافا، بتكون خلاص كل حاجه اتكونت، اول ما تطلع على السطح بتبرد زي ما انتم عارفين. طب يعمل ايه؟ قال لك طب ما انا لو جمعت عينات من الصخور وعملت لها عمليه انصهار، جمع عمليات من الصخور الناريه، حطها في بوتقه كده، ماشي، وعمل لها عمليه انصهار. ده اللي مين عمله؟ مين؟ بوي. ماشي. راح مولع هنا النار بتاعك، ادي النار كده تحتيها، ماشي، وقعد يسخن في الصخور بتاعته دي لحد ما كلها ايه؟ بقت في صوره صهير، في صوره صهير. ماشي. الصهير ده فضل يسخن لحد كام؟ لحد اعلى من 1200 درجه مئويه. 1200 درجه مئويه. ليش معنى الرقم ده؟ ده الرقم ده اللي بتطلع عنده اللافا، بتطلع عنده درجه حراره اللافا. فهو فضل يسخن، يعني البراكين فضل يسخن لحد ما وصل لايه؟ لدرجه حراره اعلى من 1200. فلما وصل لدرجه الاعلى من 1200، كل الصخور اللي عنده دي كلها بدات ايه؟ يحصل لها عمليه انصهار. طيب ما هو المتوقع ان انا الاقيه في الصهير ده لما وصلت للمرحله دي؟ دلوقتي كل الصخور عندي وكل المعادن وكل حاجه انصهرت. قال لك يا سيدي ايه بقى؟ بتكون في الحاله دي كل حاجه ماشيه لوحديها، يعني في صوره ايونات. في صوره ايه؟ ايونات. الايونات دي ماشي بتكون فيها منها البوزيتيف ومنها النيجاتيف، اللي هو الكاتايون والانايون لو بنتكلم على الكيمستري. ايونات ممكن منها موجبه ومنها سالبه. السالب عندي هيمثل مين؟ هيمثل الاكسجين. تمام كده. طيب في عندي ايونات موجبه تانية، السيليكون، صح. في مين تاني؟ الحديد، يبقى بلس 2 تقريبا. انتوا تقولوا لي بقى. الالومنيوم، بقيه العناصر بقى هتبقى بلس 3، مظبوط. البوتاسيوم بلس 1، الصوديوم بلس 1، صح كده؟ ماشي صح انا. الكالسيوم بلس 2. مين تاني فاضل؟ المغنيسيوم بلس 2. مين تاني؟ كده كتبنا الثمانيه. 1 2 3 4 5 6 7 8، كتبنا الثمانيه. حلو. يبقى لما اكون عند درجه الحراره العاليه دي، بيكون العناصر اللي عندي كلها في صوره ايه؟ صوره ايونات، اما انايون او كاتايون، صوره موجبه او سالبه. وبتكون في ايه؟ في حاله حركه شديده. بتكون في حاله حركه شديده. ليه انا عمال اديها ايه؟ عمال اديها في حراره، طاقه حراريه. الطاقه الحراريه تتحول لطاقه حركيه من ثيرمال انرجي لكينيتيك انرجي، فتخلي الايونات بتاعتي دي في حاله ايه؟ في حاله حركه شديده جدا. طيب لحد دلوقتي ما عرفناش حاجه، ولا عرفنا ايه اللي اتكون، ولا عرفنا ايه اللي ما اتكونش. اكتر واحد عندي مين موجود؟ هو مين؟ الاكسجين. يروح ماسك مين؟ ماسك السيليكون. اول حاجه يقابلوا بعض كده، يروح ماسك السيليكون، ماشي. يروحوا مكونين لي مجموعه اسمها مجموعه السيليكات، اس اي او 4 نيجاتيف، ودي بتكون نيجاتيف 4. دي اتوميك جروب، مجموعه كيميائيه، اس اي او 4. تمام كده. المجموعه دي كده مستقره ولا مش مستقره؟ هي الشحنه بتاعتها، هي دي على بعضيها كده، الشحنه بتاعتها كام؟ ناقص 4. كده تكون مستقره ولا مش مستقره؟ طبعا غير ايه؟ غير مستقره. ليه؟ دي مش متعادله. الحاجه عشان تكون مستقره لازم تكون ايه؟ متعادله. زي اكسيد السيليكون كده، ده 2 وده 2 خلاص عادلوا بعض. ده 4 اسف، وده 2، 2 في 2 ب 4 عادلوا بعض. انما دي اس اي او 4 نيجاتيف 4، يعني ايه؟ عايزه تشوف لها حاجه من الحاجات البوزيتيف اللي ربنا مبارك فيها الكتيره دي، عشان ايه؟ عشان تستقر. تمام. طيب تاني حاجه برضو بتتكون معايا، بتتكون مجموع اكسيد اسمه اكسيد الالومنيوم. تبدا الاكاسيد ايه؟ تتكون مع اكتر حاجه الاكسجين، ماشي. اكسيد الالومنيوم ده مستقر، فمش هيخش مع حاجه تاني، ماشي. طيب ابدا اعمل عمليه ايه بقى؟ راح طافي النار. قفل مين؟
قفل النار. تمام. فلما قفل النار بدات كل حاجه عايزه توصل لمرحله الايه؟ مرحله الاستقرار. ومين البطل بتاعنا؟ مين اللي عمال يقود العمليه دي؟ مين؟ السيليكات. مجموعه مين؟ السيليكات دي هي اللي بتقود العمليه دي كلها. فقال لك ايه يا سيدي بقى؟ التفاعل جوه هنا هيمشي على مرحلتين. عارفين موضوع السبائك؟ موضوع السبائك، السبائك انا مش ببادل الكترونات، صح؟ دي ذرات بتخش مع ذرات، سواء بالتبادل او بالتداخل، يعني واحده تشيل واحده لو كانوا قد بعض في الحجم، او انترسيشيال بالتداخل لو كانوا اصغر منها. نفس النظام بالظبط بتاع شغل السبائك بالظبط، الالويز. انا دلوقتي ما عندي مجموعه سيليكات ناقص 4، هدور على مين؟ هدور على اي حاجه بوزيتيف عشان استقر. فقدامي سكه من ايه؟ من اتنين. اما ان انا ادور على الحاجات الحره دي اللي كونت لي ايه؟ الحديد والمغنيسيوم والكلام ده، اكاسيد الحديد والمغنيسيوم، ودي سكه. او ادور على سكه بتاعت مين؟ الالومنيوم، ودي سكه. دي سكه ودي سكه. ففعلا ده اللي بيحصل. فبيروح عامله ايه؟ اول حاجه تتكون تروح جايه مجموعه السيليكات دي مرتبطه مع عناصر الحديد والمغنيسيوم. تمسك لي الحديد والمغنيسيوم دول اول حاجه تقابلها عند درجه حراره 1200. اول ما اوصل لدرجه حراره 1200 تروح ماسكاهم وتكون معاهم معدن اسمه الاوليفين. ماشي. اول معادن تكون فين؟ في الصهير. بيتكون ازاي يعني يا مستر؟ يعني لما درجه الحراره بتبدا تنزل بيحصل فقد حراره، فيتكون حاجه اسمها مركز. ركزوا معايا بقى، مركز تبلور. يعني ايه مركز تبلور؟ نقطه بتكون بردت، ربنا اذن ان هي تبرد، فيبدا تبقى نقطه بناء. فاكرين ساعه ما كنا بنرسم البلوره وكنا بنقول المحاور بتاعه البلوره بتعدي في مركز، صح؟ فاكرين النقطه دي؟ النقطه اللي كانت بتبقى في مركز البلوره هي دي مركز التبلور. ايه اللي بيحصل؟ البلوره دي عباره عن ايه؟ مجموعه من المركبات او ترتيب معين من الذرات بيحصل له تكرار. ترتيب معين من الذرات يحصل له تكرار. فالسيليكيت دي تمسك المغنيسيوم والحديد بترتيب معين تديني معدن الاوليفين. تمام. شويه والايه؟ عماله تسحب من الايه؟ من الحديد والمغنيسيوم فيقلوا. فيبدا الترتيب بتاع الاوليفين ده يتغير. فيروح مكون لي معدن تاني اللي هو مين؟ البيروكسين. ماشي. معدن البيروكسين هو برضه حديد ومغنيسيوم وسيليكيت، بس ترتيب مختلف. وانتوا عارفين لما الترتيب يختلف يديني معدن مختلف. مظبوط. طيب وبعدين يبدا برضه ده ترتيبه الكيميائي يقل شويه تاني، والسيليكيت عايزه تستقر، مش لاقيه. هي الحاجات دي لو انتوا تفتكروا السيليكون كتير جدا. السيليكون بنتكلم على 27، الاكسجين بنتكلم على 46. الكلام ده 5، ده 8، ده مش عارف 2 كام، 2 و6، ده 2 و8، يعني حاجات كلها قليله قوي، صح كده؟ تبدا تكون لي معدن تاني اسمه ايه؟ اسمه امفيبول. ماشي. وده يخلص ما بقاش موجود، وبعد شويه ده يخلص ما بقاش موجود، وبعد شويه ده يخلص ما بقاش موجود. طيب بعد الامفيبول يتكون لي ايه؟ يتكون لي اول معدن من معادن المايكا اللي هي المايكا السوداء او بايوتايت. كل ده بيحصل امتى؟ مع فقدان الحراره. مع فقدان الحراره. انت يا مستر قلت لنا ان هم سكتين، دي سكه منهم عماله تاخد في الحديد والمغنيسيوم السيليكيت عشان تستقر. ماشي. وعماله تكون في المعادن دي. المعادن دي تركيبها الكيميائي متشابه ولكن ترتيبها الذري مختلف. ترتيبها الذري مختلف. مش بنفس الترتيب، بنفس ترتيب التكوين، مش بنفس ترتيب الذرات. يعني يا روان معايا؟ بتبدا السيليكيت اول حاجه تمسك الحديد والمغنيسيوم ترتبط بيهم بطريقه معينه بيسموها طريقه عشوائيه، ما بتكونش عامله ايه اشكال غريبه. فبتكون لي معدن الاوليفين، معدن اخضر غير مستقر، بيتكون عند درجه حراره كام؟ 1200. شويه بالظبط كده. شويه الحديد والمغنيسيوم دول بيقلوا خالص، ما انا عمال اسحب منهم، هم عددهم اصلا قليل، ده 5% وده 2.1 وعمالين يقلوا. ماشي. فيروح الترتيب يختلف. يعني ايه؟ بدل ما كان الزوايا بين الذرات هنا كانت 90، هنا تبقى ايه؟ تتغير عن 90 في بيروكسين. فطالما الزوايا اتغيرت يبقى معدن جديد، طالما البلوره اتغيرت يبقى بيروكسين. تمام. شويه برضو الحديد والمغنيسيوم عمالين يقلوا فيتكون لي معدن جديد اسمه الايه؟ الامفيبول. وهكذا، رغم ان التركيب الكيميائي متشابه لكن ترتيب الذرات مختلف فبيكون لي معادن مختلفه. تمام كده؟ ماشي. طيب الناحيه الثانيه بقى، بعد الاوليفين ده بشويه بيبدا يتكون ايه؟ سكه تانية. بس السكه دي مستمره. ازاي مستمره؟ الالومنيوم لو تفتكروا كان نسبته 8، يعني كتير شويه، حلو. والسيليكيت هي اكتر حاجه موجوده معانا. فلما سيليكات
سيليكات ترتبط مع الومنيوم الومنا، ماشي، وياخدوا معاهم عنصر كاتايون، ماشي، عنصر موجب سواء كالسيوم بالترتيب كده، صوديوم او بوتاسيوم. التركيبه دي اسمها ايه؟ اسمها فلزبار. التركيبه دي اسمها فلزبار. ايه هو الفلزبار؟ سيليكات الومنا ومعاه واحده من الايه، من الكاتايون الموجبه دي، واحده من الكاتايون الموجبه دي. فيبدا تتكون ايه؟ اول حاجه تتكون لي هنا، يتكون لي بلاجيوكليز، يعني فلزبار بلاجيوكليز من النوع الكلسي، كالسيوم اول حاجه. وبعدين الكالسيوم ده يبدا يقل يقل يقل، ويبدا ايه، يزيد عنصر الصوديوم، يبدا يظهر عنصر الصوديوم لحد ما في اخر السهم يتكون عندي بلاجيوكليز ايه، بلاجيوكليز صوديومي، ماشي. وده مستمر بقى، يعني ايه؟ لان ده كتير، الالومنيوم كتير والسيليكيت كتير، فدي مش بتقف. يعني هنا ده الاوليفين يتكون ويقف، تبدا البيروكسين يتكون ويقف، يبدا الانفيبول يتكون ويقف، تبدا المايكا السودا تتكون وتقف، ماشي. انما ده مستمر لان هو نفس التركيبه، سيليكيت الومنيوم، وعمال ابدل في مين؟ عمال ابدل في الكاتايون اللي ماشي معايا، مره كالسيوم ومره ايه، صوديوم. يبقى تتوقعوا ايه العنصر اللي بعد كده هلاقيه؟ ايه المعدن اللي بعد كده هلاقيه؟ دول خلصوا خلاص، هلاقي معدن ايه؟ وانا عمال مكمل في السلسله دي، لا دي خلصت ولا دي خلصت. هلاقي مين؟ هلاقي الاورثوكليز. الاورثوكليز، ماشي. ليه الاورثوكليز؟ هبدل بقى الصوديوم ده، هبدله بايه؟ ببوتاسيوم اللي هو فلزبار، بس ايه، اورثوكليز. وبعد كده اخر حاجه بقى هلاقي شويه ماسكوفايت اللي هي مايكا بيضاء. كده يبقى كل العناصر من كل العناصر من الصهير خلصت، مش هيفضل لي غير السيليكيت. السيليكيت لما ما تلاقيش غير نفسها تروح مرتبطه بنفسها وتكون لي اكسيد سيليكون اللي هو اسمه ايه؟ اسمه كوارتز. هي دي اسمها ايه؟ سلسله بوين. طب كان بيعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما قلت لكم، كان بيعمل بيبرد، يشوف درجه الحراره وهي بتقل، ويبدا ياخد عينات، ياخد مثلا عينه من هنا، من على الجدران، عينه من هنا او عينه من هنا. دي الحاجات اللي ايه، اتجمدت. انتوا عارفين لما تحطوا حاجه في الفريزر، ماشي، ماشي، هاتوا اناء كده، اي حاجه كده، كوبايه معدن مثلا كده، وحطوها في الفريزر، وحطوا في قلبها ميه، واستنوا ايه، مش الناتج النهائي. كل اللي فات ده كان ناتج، كل اللي فات ده كان ناتج، بس بيتكون بالترتيب، بيتكون بالترتيب. يعني هو عشان جايب كل العناصر، طبعا مش ده اللي بيحصل في الطبيعه. اللي بيحصل في الطبيعه ان المعادن دي تكون لي نوع معين من الصخر وتبرد على كده. انما هو عشان كان مكمل العمليه من اولها لاخرها، وجايب كل الانواع، ده انا عينه انا اللي عاملها، وجايب كل الانواع، فكل المعادن معاه اتكونت بس بالترتيب ده، بدات بالاولفين وانتهت بالايه، بالكوارتز. هجيبها لك بشكل احسن دلوقتي، ماشي، لحظه. اهي، ماشي، دي اسمها ايه؟ مخطط بوين. بوين ممكن اكتبها باتنين واو او واو واحده، مش هتفرق يعني. تمام. الفكره كلها اللي عايز اقوله لك ايه، انت لما يكون عندك في الفريزر، ماشي، ورحت جايبه زي ما قلت لك حاجه كده حديد مثلا، حاجه الومنيوم مثلا، وحطيت فيها ميه، وحطيتيها مثلا نص ساعه في الفريزر وطلعتيها، بتلاقي ايه؟ بتلاقي الوش بتاعها هو اللي جمد، والاطراف اللي حوالين، صح كده، اللي حوالين الاناء نفسه هي اللي جمدت، وفي شويه ميه في النص. طب حطيها كمان ساعه، بتلاقي التلج ايه، اه، بتلاقي ايه، التلج بقى عمال يكتر، ولسه في شويه في النص ميه، صح كده، لحد ما ايه، ما تحطيها تتجمد خالص، تتحول كلها لتلج. ده اللي كان بيحصل معاه بالظبط. هو انا عمال ابرد، ماشي، عمال ابرد، فيتكون لي ايه، يتكون لي شويه معادن في الاول عند درجه حراره 1200 اللي هم مين؟ الاوليفين. يكون لي الاوليفين، وبعد ما يكون الاوليفين يكون البيروكسين. لما ده بدا يخلص كده، كون البيروكسين، ماشي. وعند البيروكسين بالظبط كان بدا معايا مين؟ بدا معايا السلسله المتواصله اللي هي الفلزبار. كان كيلسي مره، وبعد كده بقى ايه، بقى صوديوم مره ثانيه. برضه برد شويه، اتكون الانفيبول، وبعد كده المايكا السوداء اللي هي البيوتايت. طب مستمر في التبريد، الفلزبار كله اللي هنا ده البلاجيوكليس بقى ايه، بقى صوديوم. استمر في التبريد تاني، اتعمل له الفلزبار البوتاسي اللي هو الايه، الاورثوكليز، وبعد كده المايكا الماسكوفايت اللي هي البيضه، وبعد كده اخر حاجه الايه، الكوارتز. تمام كده.